السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايبي شركة يوتيوب بعت لنا درع 100,000 مشترك. النهاردة وصلنا 100,000 أخ وأخت وأم وأب على قناتكم المتواضعة الأمل لتعليم صناعة المنظفات. درع اليوتيوب ده قيمته المادية لا تعني أي شيء، وهي فعلا ما بتسواش حاجة، ولكن قيمتها المعنوية هي ثقة 100,000 أخ وأخت ودعمهم المستمر لينا في قناة الأمل لتعليم صناعة المنظفات. أنا سعيد جدا بالعدد اللي احنا وصلنا له، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم دائما، وأن يوفقنا الله لنشر كثير من العلم واستفادة الجميع إن شاء الله. وحبايبي عاوز افكركم ان انا الفتره اللي فاتت ما كنتش برد على التعليقات خالص، فالعدد التعليقات كبيره جدا غصب عني والله. فالنهارده بتاسف لكم اسف شديد جدا، غصب عني ان ما بردش على التعليقات. انا بقوم باداره القناه بشكل تام، انا شخصيا اللي بعمل كل حاجه بالقناه، محدش تاني بيتدخل ولا في تعليقات ولا في مونتاج. انا اللي بعمل فيديو، انا اللي بمنتج، انا اللي برفع الفيديو، انا اللي برد على التعليقات. يعني تعليقات كتيره على الواتس، تعليقات كتيره على الفيس، يعني تعليقات الاف التعليقات يوميا، فصعب ان ارد على ده كله. تعالوا دلوقتي بقى نروح نفتح الدرع ونشوفه ونحتفل بيه مع بعض. تعالوا بينا حبايبي بقى نفتح الدرع بتاعنا. بسم الله. اولا بيجي معاه بيجي معاه هنا ورقه اليوتيوب فيه بيقول لك هل بتذكر اول مشترك والمشترك رقم 1000 وكده يعني، ومضى عليها تقريبا المتخصص بشركه يوتيوب اسمه نيل موهان، ممكن يكون المدير التنفيذي لشركه يوتيوب. بعد كده طبعا بيجي الدرع متغلف كويس جدا، وبيجي بقى الدرع بالمنظر ده في كيس، يجي بالمنظر ده. حاجة بصراحة شكلها جميل جدا وشكلها شيك، وده طبعا يعني سعيد جدا ان النهاردة وصلنا ل100,000 اخ واخت وام واب على قناتنا الامل لتعليم صناعة المنظفات. شكرا لدعمكم وثقتكم الدائمة والمستمرة فيما نقدمه من علم، وانتم شركائي في النجاح ده. انا ما نجحتش ده لولاكم، ما كنتش وصلت للحظة دي، فبشكركم شكرا جزيلا. وانا عارف طبعا اللي متابعني اكتر من 100,000 شخص، 100,000 شخص بس مشتركين. انا عارف اللي مش مشترك في القناة وما عندوش اصلا اكونت يشترك بيه عدد كبير جدا، فبشكركم جميعا لثقتكم الغالية ودعمكم المستمر. وفيديو اليوم كنت النهارده بشارك فرحتي معاكم، فرحتي اللي انتوا سببها، ما حدش سبب الفرحة دي الا انتم بدعمكم والمستمر وثقتكم الغالية. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الاخر الرجاء الدعاء لنا بالتوفيق، ان ربنا يوفقنا في اللي جاي، لان احنا بنعمل ده كله عشان صالح دعاكم، فما تنسوناش من صالح دعاكم والدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة. السلام عليكم.